أهلا بيكم، معاكم مروة صالح. تعالوا نتعرف على شخصية كاتب ارتبط بعالم الجن والعفاريت في القصص والروايات. الكاتب هو حسن الجندي، واللي بيعتبر الأول في كتابة الروايات اللي بتتناول المخطوطات القديمة واللي بتصيب قارئها باللعنة والأزمات النفسية. حسن الجندي من مواليد القاهرة، وتخرج من كلية الآداب قسم الدراسات الفلسفية من جامعة عين شمس. بدأ مشواره الأدبي خلال دراسته بالجامعة، واتشهر بعد كتابته ثلاثية مخطوطة ابن إسحاق. أسلوبه بيتسم بالسلاسة والمرونة والتركيز الشديد على الحبكة الدرامية. اتأثر الكاتب بروايات الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق. الاتنين بيتناولوا الرعب من المنظور العلمي أو رعب الخيال العلمي. عدد رواياته 22 رواية، أولها رواية مدينة الموتى عام 2009، وهي أول رواية في ثلاثية ابن إسحاق. ومن أشهر رواياته الجزار اللي حققت مبيعات كبيرة جدا، وآخر إصداراته ملاك جهنم 2023، واللي أشاد بيها كتير من النقاد والمثقفين. سعدت بوجودكم. أنا